الساعة لا مش الأولى على نسرين، تغني على نسرين جرن فاير. على الناس الكل اللي هما يحاولوا ويكونوا أقوياء في وقت الشدة، ويحبوا في وقت يقدموا ويحبوا يحبوا ينجحوا. يتطوروا، خاصة للناس الكل أنا وخاصة نهديها. النساء ديما المرأة معناها كنت نلقاو سكسي ستوري بتاع مرأة تبدا ملهمة أكثر. ليه والله حتى قصص النجاح نتاع الرجال ملهمة على الآخر على الآخر، وين ما فما قصة نجاح وين فما إلهام. وين احنا موجودين الحقيقة. دونك كيما عودناكم في النصف ساعة الأولى يشرفنا صاحب الفقرة اليومية من الاثنين للخميس. يلا أكثر سسبانس في فقرة شوية من تونس، شكون نلقاو سامي؟ نلقاو الشيخ محمد بن حمودة باش يحكي لنا اليوم على ذكرى انبعاث المسرح البلدي. شوية من تونس. من ديما أول فقراتنا في العشرية على إذاعة الشباب من الاثنين حتى الخميس معنا الشيخ محمد بن حمودة بحكايته المزيانة بطريقته المزيانة زاد في سرد الأحداث ذكرى انبعاث المسرح البلدي. كلنا نعرف المسرح البلدي اللي موجود أكيد في تونس العاصمة، لكن الحقيقة ما بربشناش برشا نشوفوا ذكرى الانبعاث نتاعو. نعرفوا اللي هو ترمم، نعرف اللي هو عنده طابع معماري مزيان من داخل ومن برا، نعرف اللي فيه الحقيقة حاجات حلوة تقامت فيه عروض حلوة. لكن اليوم الشيخ محمد بن حمودة باش يحكي لنا على ذكرى انبعاث المسرح البلدي. شيخ اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا وسهلا، تحيه ليك سامي ونسرين وتحيه للكيب تكنيك كل مستمعي اذاعه الشباب وين ما كان. سلموا عليك برشا وتحيه كبيره برشا ليك شيخ. اليوم باش تحكي لنا على ذكرى انبعاث المسرح البلدي. المسرح البلدي كما اليوم 20 نوفمبر 1980 كان قبل اسمه كازينو تونس البلدي. انبعث المسرح البلدي وين موجود تو في شارع حبيب بورقيبه من تصميم المعماري جوني ميل ريسبلوندي. عمل المسرح بمقاولات ايطاليه رغم ان الارضيه وقتها طينيه. ما هو هذاك جاي يعني في ثنيه باب البحر. باب البحر البني اللي موجود في كل مقابل باب البحر وين ماشي حتى محمد الخامس يسميوها جنبطه قبل ونزيدوا نحكيو عليها مليح. كانت سبخه هذيك كلها، البحر كان ينجم يوصل هذيك. قبل محمد صدق باي وقبله جابوا مهندسين من هولندا، لان هولندا عندهم خبره في ردمان البحر وردمان السبخ والبلايص لي بيبا. باش تتوسع مدينه تونس تشوف فيها المدينه الفرنسيه كلها كانت ماء هذيك مستنقعات. عادي شيخ هذاك علاش اسمه باب بحر ولا لا؟ هذاك علاش؟ ما قالوش باش يبنيو عليها مسرح. كي بنيو المسرح البلدي المهندس الفرنساوي هو بيدو العمل المحكمه وبيدو العمل بلديه تونس وعمل المسرح البلدي التراثي. على ذيك الاركتيكتور كلها تتشابه غاديك الشيخ محمد. كلها تشابه نفس المهندس. كان اسمه جول فيريش النهج هذاك، هو اللي جاء استعمر تونس. هذا هو اللي عمل مجانية التعليم في فرنسا وعنده برشا حكايات جول فيري. بعد ولا اسمه شارع بورقيبه. اول ما تعمل على 856 شخص طاقه الاستيعاب. بعد 7 سنين طيحوه الكل الا الواجهه هذيك، الواجهه نتاع المسرح ما طيحوهاش باش يولي يقع قبل 1350 شخص. عام 1911 في 4 جانفي عاودوا فتحوه ولا فيه مقاعد اماميه وعملوا فيه ميزانين وعملوا فيه مقصوره. والترويقه هذيك كما قلنا الخارجيه اللي قعدت حتى وقتاش تصلحت هذيك عام 2002 2001 بلوتو بالذكرى المئويه وقع ترميم معاوده وقتاش تعاودت في 2001 بمناسبه المئويه. تعمل الجاليات الاوروبيه اللي تعيش في تونس ما يدخلوش التوانسه جست بعد مده ولا يدخل العوام وفي بعد الاستقلال بالطبيعه كي وخاصه في فتره علي بن عياد يقولوا شد محمد الجزيري. علي بن عياد سعى انه باش يجلب الجمهور للمسرح. نحكيو على خطاب بورقيبه اللي تعمل عام 1962 كان حول المسرح والفن المسرحي. من وقتها انطلق المسرح المدرسي والنوادي في المعاهد وتبعثت الجامعه التونسيه المسرح النواد عام 64. ولكن المسرح في الحقيقه من عهد كرفاج كي نشوفوا مسارح كرفاج وبلاريجا وجكتيس والجم وصبيطله. المسرح معناها رابع الفنون متجذر في هو ابو الفنون ايضا يقال عليه. نعم هو ابو الفنون ومتجذر. احنا عندنا 5 مسارح كبار في تونس وعندنا في
ماي 1909 كان أول ملامسة لممثلين توانسة لخشبة المسرح من خلال المسرحية التونسية المصرية صدق الإخاء. صدق الإخاء هذه مسرحية تونسية. وقتها كان بوليمان وكان البشير الخنجي والهادي الأرناؤوط وكان جمعية النجمة عام 1908. الو معك شيخ نسمع فيك بنتي معك. وجات فرقة الجوق المصري. جات فرقة الجوق المصري ولو عملوا وقتها جوق تونسي مصري. كانت من اول انتاجاته مسرحيه نديم ومسرحيه صدق الاخاء، وكانت كلها باللغه العربيه الفصحى، معناها حول التاريخ الوطني ولا التاريخ العربي الاسلامي. سلطان بن جدران يلدز، تاليف محمد الجعابي هذه عام 1909. وقتها زين عابدين التونسي مجموعه تحت الصور كتب، وكان حتى عبد العروي يكتب، وجمعيه الكوكب التمثيلي زاده، وتبعثت فرقه مسرحيه جهويه في الساق شافيه رشدي. و في الخمسينات زاد كيف تبعثت فرقه البلديه نتاع تونس العاصمه، حمد الجزيري اول من شدها، وبعد جاء من باريس، وبعد عبد العربي، وبعدهم شدها علي بن عياد. المسرح قديم كما قلنا، والمسرح معناها زاد كيف ولا عندنا مسرح جهوي في الصفاقس، وادارها الفنان المسرحي جميل الجودي وقتها. وزاد كيف وزاره الثقافه عملت دار سيباستيان تاع الحمامات هذيك ردتها، زاد كيف مركز ثقافي دولي في الحمامات، معناها اغلب النشاط نتاعو حول المسرح. كيف مهرجان قربة للمسرح عام 1966. عام 1967 الفنان المسرحي الراحل منصف السويسي الله يرحمه عمل زاد اسس الفرقه القاره للمسرح في الكاف. وفي نفس الوقت زاد انطلق المسرح الجامعي، وبدات يتاسس النوادي المسرحيه، وعبد الرؤوف الباسطي، محمد ادريس، فرج شوشان، سمير العيادي، فاضل الجزيري، فرحات يمون، ومحمد الارناؤوط. واحتضنت زاد دار الثقافه ابن خلدون جزء كبير من الانشطه المسرحيه. وقتها نقولوا اوج الحركه المسرحيه بدات معاهم الناس هذوما، وخرجت برشا مسارح اخرى، نحكيو على التياترو، توفيق جبالي وعبد ومحمد ورؤوف بن عمر، الحمراء زاد كيف مسرح فو، مسرح الارض، ناجي الوري ونور الدين. نحكيو زاد على مسرح العضوي عز الدين قانون الله يرحمه، وغيرهم من المسارح. وسيرين بنته ماخذه المشعل توا. وتويكا برشا خذاو المشعل صح. وتعمل المهرجان المسرح عام 1992 في المونستير. وجات ايام قرطاج المسرحيه اللي هي عام 1983 على ما اظن. نعم 83 يعطيك الصحه. جات بعد الايام قرطاج السينمائيه اللي عام 66. تاسيس الفرقه تظاهرت ايام قرطاج المسرحيه، واحنا الجمعه الجايه ان شاء الله باش تبدا ان شاء الله ايام قرطاج المسرحيه، ويحيى الفخراني نهار السبت هذايا 22 ويوفى 29 قداش عمره. نحكيو على كيف منى نور الدين زاد ايقونه تونس عمرها، والتو مازالت معناها تمثل في مسرحيه مسرحيه سماع، رقصه سماع زاد مازالت كي تعدات توا منى نور الدين، ورجلها سي نور الدين القصباوي. ونحكيو زاد على جيل قديم وجيل جديد تو زاد طالع، عزيز الجبالي، عبد الحميد بوشناق، وغيرهم من الممثلين اللي طالعين جدد ومسرح جديد. هذو من كلهم في شويه من تونس، وهذا كله نحكيو على مسرحيه المسرح البلدي 20 نوفمبر 1908. شكرا لك شيخ، يعطيك الف صحه، نسلموا عليك برشا، وتحيه كبيره برشا ليك. نذكروا زاد كما قلنا نسين انه ايام قرطاج المسرحيه تنطلق نهار السبت 22 توصل حتى للسبت 29 نوفمبر 2025. تسويت موجز اخبار 5:30 نسرين.